أنا آخذك إلى سؤال آخر من بحثنا لهذا الأسبوع. ما هي أبرز الفروقات بين مفهوم النظام في الإسلام ومفهوم في الفلسفات الوضعية؟ الله سبحانه وتعالى يقول: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. يعني شوف القانون الإلهي قانون منظم إلى أبعد حد، بحيث قارنه بالميزان، يعني توازن كامل. نعم، توازن كامل. فلذلك الإسلام لما جاء بقوانين هي قوانين مطلقة متوازنة، منبعثة من القيم الكونية، من النظام الكوني، منبعثة من عدل الله سبحانه وتعالى، من الله سبحانه وتعالى. لذلك هي إرشادات تنسجم مع النظام الكوني. فرق بين القانون الإسلامي والقانون الوضعي أن القانون الإسلامي المشرع تشريعا بطريق أهل البيت ينطبق مع السماء انطباقا ينسجم مع قانون السماء، هو نظام إلهي. نعم. أما القانون الوضعي اللي شرع البشر قابل للتعديل ويتعارض مع القانون الإلهي، هذا خاضع للمزاج والمصالح والمنافع الشخصية والأهواء.